السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو لقاكم في احسن الظروف والاحوال وبصحه جيده يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيت نقدم معكم واحد الكيكه بالكنافه وبالكريمه مصيبه باللوز. دايره طوندونس ودايره ضجه في مواقع التواصل. نمشيو نقدموها على بركه الله. وهادو هما المقادير ديالي. هنا عندي 250 غرام ديال الكنافه مقطعه، وعندي 4 البيضات الا كانوا كبار ولا كانوا صغار 5، وجوج الخمارات، وجوج فاني، جوج معالق ديال الزبده والزيت مخلطين. هنا عندي اللوز مطحون بالقشره ديالو، معلقه القرفه، نص كاس الزيت ونص كاس السكر، وهنا كاس ديال الدقيق، وهنا اللوز افيلي. وعندي هنا درت واحد القبيصه ديال الملح، وغنمشي نخلط معكم الكريمه. خديت البول درت فيها قبصه الملح، ودرت 4 البيضات ديالي اولا لا كانوا صغار 5. غادي نزيد عليهم السنيده، نص كاس السنيده، وغادي نزيد نص كاس تاع الزيت، غندير معاهم فانيلا يعني جوج سكر فاني، وغادي نخلط الخليط مزيان. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوناش من اللايك والبارطاج وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. ندير الزيت ديالي ونخلط الخليط مزيان مزيان حتى يتجانس. وغادي نزيد عليه دقيق اللوز اللي طحنت. اللوز طحنته بالقشره ديالو، زدت معاه واحد نص معلقه ولا معلقه القرفه. خديت الكاس ديال الدقيق ديالي غربلته، ودرت معاه خميره الحلويات، وغنضيفو للخليط. وغادي نخلط كلشي مزيان مزيان، وغنخليه على جنب. وغناخذ الكنافه ديالي نلبسها بداك 2 معالق ولا 3 ديال الزبده مع الزيت، نلبسها مزيان. غناخذ المول اللي غادي ندير فيه الكيكه، ندهنو بالزبده. نتوما اي مول عندكم، انا هذا المول عندي فيه العبار 26. غادي نستف فيه ديك الكنافه كامله ونديرها في الجناب ونضغط عليها. نرجع الكنافه بحال شكل مول. غادي نفرغ الكريمه ديالي في المول، وغادي نزينها باللوز افيلي. وندخلها الفران نرجع لكم. وبعد ما طابت غادي نسقيها بالعسل. عندي عسل النحل، نتوما ديروا لها السيرو اولا العسل العادي.
وهذه هي نهاية الوصفة. نقطع معكم واحد الطريف تشوفوه كي داير من الوسط. كنتمنى تعجبكم. ما تنساوناش من لايك، بارطاج، تفعيل الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. هذه هي شو كي جات من الداخل، جات لذيذة. جربوها ردوا عليا الخبار. وشهية طيبة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.